الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده راجعه لكم فيديو قوي جدا في قناه بقى منى ومصطفى. ان شاء الله هعمل النهارده يا حبايب قلبي البط الروست الخطير الدايب دوب يا حبايب قلبي. يلا بينا نشوف الطريقه. اوعي تنسي قبل ما تشوفي الفيديو، وحتى لو شفتيه وعجبك اعملي لي لايك وسبسكرايب للقناه يا بنات، وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا على طول نبدا في المقادير. دلوقتي حبايب قلبي انا عندي بطه في حجم 3 كيلو كده. تمام، يعني حجمها كويس جدا. وعندي دلوقتي انا طبعا هي متنضفه وتمام، ونضفتها وظبطتها. دلوقتي حبايب قلبي ان شاء الله هنعمل لها اهم حاجه في البط دوت، محلول النقع. طيب انا عندي دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، انا عندي بلاستيكه كبيره كده هحط فيها طبعا ميه. هحط فيها فلفل اسمر حب، ورق لوري، نص كوبايه ملح. محلول النقع ده يا بنات احسن 100 مره، كمان اهم 100 مره من التتبيله، خلي بالكم عشان يمنع اي زفاره. وعندي كمان نص كوبايه من السكر. السكر ده خلي بالكم بيضيع الزفاره نهائي، صدقوني والله العظيم بجد، جربيها بطريقتي هتعجبك جدا. وعندي جنزبيل باودر، وعندي خل عشان يدوب الانسجه كده، ايه زي ربع معلقه خل، ربع كوبايه خل زي ما انتم شايفين كده يا بنات اهو. وعندي كمان المحلول ده بقى مش قادره اقول لكم، صدقوني هياخد اي بقى دم في العظم، حتى لو هي متخزنه عندك في الفريزر متلاقيش منها خالص. دلوقتي بقى انا هقلب كل كده مع بعض. ودلوقتي يا حبايب قلبي للتتبيله هحتاج، عندي هاخد معلقتين كبار تمام من الكاتشب عندي، وعندي معلقه من العسل الاسود. انا حطيت العسل الاسود عشان يحل محل الصويا صوص وصوص الباربيكيو، تمام. يعني انا بقولك بالحاجات المتاحه عندي. البهارات عندي معلقه ونص صغيره من الملح ممليه، وعندي كمان جنزبيل، نص معلقه صغيره جنزبيل، نص معلقه صغيره قرفه، ومعلقه صغيره مليانه من بهارات الفراخ. وعندي كمان اللهم صل على النبي معلقه صغيره من الفلفل الاسود. دلوقتي هحط الخل، ربع كوبايه من الخل. الخل ده بيدوب الانسجه معاكي ويخلي اللحم بتاعك كده دايب دوب. وليمون، نحط ليمونيه كامله. تمام يا بنات اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا كده تتبيلتي تمام وجاهزه.
بقى ايه، هقلب بقى المكونات دي في بعض كويس جدا. اهم حاجه التقليبه دي. وهحط كمان يا بنات شويه من الزيت حلوين كده، زي 3 معالق كبار من الزيت اهو. هقلب كويس كده زي ما انتم شايفين. تمام يا بنات زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا برضك سايباها لسه في حلول النقع البطه. دلوقتي بقى هعمل الحشوه اللي جوه. عايزه احشيها لكم كده شويه رز كده بالكبد بتاعتها، الكبد والقوانص، وهقول لكم طريقتها هتبقى عامله ازاي عشان يطلع منكم فلفل وجميل. يلا بينا. ودلوقتي يا بنات طلعت البطه بتاعتي حبايب قلبي من محلول النقع. وبالتالي دلوقتي طبعا بعد ما الميه بتاعتها كده غيرت، هبدأ بقى كده اخد التتبيله بتاعتي وهنزل بيها كده. بس الاول برضك بصوا هعمل ايه، هعمل فتوحات بسيطه جدا اهو عشان تدخل جواها. بصوا اهو عشان ما يبقاش فيه دم او حاجه. بصوا يا بنات اهو كده زي ما انتم شايفين اهو. الصدر اهم حاجه عشان بياخد وقت كبير كده حبايبي اهو زي ما انتم شايفين كده اهي. خلاص كده. وبعد كده بقى ابدا انزل بيه التتبيله الجميله بتاعتي اهي. بسم الله كده على البطه كلها من جوه اهي كده يا بنات. حط كده من جوه كويس اهو زي ما انتم شايفين كده. واخد بقى الفرشه كده وابدا ان انا التتبيله اللي تحت دي كده اطلعها فوق اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. والتتبيله اللي جوه دي كده ادخلها جوه كده اهو. بصوا يا بنات كده جوه الفرخه كده من براها اهو. هسيبها شويه على الوش ده. تمام يا بنات، هسيبها شويه على الوش ده. بعد كده بقى هقلبها عشان خاطر التتبيله اللي تحت دي بردك ايه توصل لها، ونكون بردك عملنا الرز بتاع الحشوه. ادي بطتي اهي يا بنات، عملتها بالتتبيله. ريحتها التتبيله ريحتها خطيره الصراحه وتحفه. هسيبها وبعد كده اقلبها الناحيه التانيه واوريها لكم. ودلوقتي يا بنات في طاسه على النار هبدا بقى اعمل حشوه البطه. انا عندي طاسه اهي حطيت فيها معلقتين من الزيت، وهنزل دلوقتي بالبصله اهو حبايبي. هديها كده تقليبه. وانا عندي كوبايه رز طبعا نقيتها وغسلتها كويس وصفيتها. البصله عندي كده تدبل واقول لكم هنعمل ايه. بصوا يا بنات البصليه بتدبل معايا. هنزل دلوقتي بكبد البطه والقلب بتاعها اهو. وهديلها طبعا كده تشويحه حلوه كده زي ما انتم شايفين يا بنات اهو. تشويحه حلوه كده انها ايه البصله. طيب دلوقتي ما نزلتيش ليه؟ مش انت قلتي هتعمليها بالكبد والقوانص؟ هعملها بالكبد والقوانص، ولكن القوانص بتاخد وقت كبير، خاصه القوانص بتاعت البط او الوز. فبالتالي انا بديها سلقه الاول، بسلقها وبعد كده ببدا ان انا اقطعها وانزل بيها بعد ما اشوح الكبد اهو. اهو حبايبي زي ما انتم شايفين كده اهو بتتشوح اهي وجميله. هبدا انزل بالبهارات بتاعتي. بصوا يا بنات انا حطيت ملح، نص معلقه صغيره من الملح، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت معلقه صغيره من بهارات الفراخ زي ما انا قلت لكم هتديني طعم رهيب. ما عندكيش بهارات فراخ اكسري مكعب مرقه يا حبايبي. تبتدي تتشوح معايا هي وتبقى زي الفل. في الوقت ده بقى هنزل بالقوانص. ودلوقتي يا حبايبي ادي نزلت بالقوانص اهو زي ما انتم شايفين. انا
سلقاها مش مطيبها قوي يعني، لانها كده كده اصلا هتستوي في البطه. يا بس تشويحه كده خفيفه وانزل بالرز على طول. دلوقتي بقى هقطع فص ثوم مكعبات صغيره وهحطه. بعد ما قطعت فص ثوم وحطيته نزلت دلوقتي بالرز اهو حبايبي. تشويحه حلوه كده مع البيض والقوانص ويبقى شكله رهيب. شايفين شكله عامل ازاي؟ تشويحه حلوه كده، وهنزل عليه ميه سخنه بالظبط. هنزل عليه بنص كوبايه من الميه السخنه. ادي يا بنات نزلت عليه بنص كوبايه من الميه السخنه اهو. انا عايزاه نص سوا طبعا، لان هو هيستوى باقي سواه في البطه. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، انا دلوقتي هغطيه نسيبه كده يعني يدي غلوه، وبعد كده هغطيه وهقول لكم بقى يلا بينا عايزين نحشي البطه. بصوا يا بنات، بطتي من الوقت للتاني بقلبها كده اهو. ابدا كده انزل وادلكها كده بايديا اهو كده. بصوا يا حبايبي اهو كده، اخد من التتبيله اللي تحت عندي اللي انزل بيها كده ابدا ان انا ادلك فيها كده اهو من الوقت للتاني، ومن الجناب كمان من الظهر. كل ما هي بتتبل انت بتعملي فيها كده زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. يا بنات انا فردت ورقه زبده تمام، وهاخد البطه بتاعتي كده بسم الله زي ما انتوا شايفين كده اهو. وابدا ان انا احشيها اهو. يا رب تكون واضحه لكم اهي. وهبدا بقى ان انا احشيها الحشوه بتاعتي من جوه. شايفين شكل الرز عامل ازاي؟ تحفه. كده احشي كويس واضغط لجوه زي ما انتوا شايفين كده. وكده يا بنات حشيت البطه بتاعتي اهو زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي هاخد الزور بتاعها اتنيه كده اهو واحطه كده اهو عشان يمسك لي الرز زي ما انتوا شايفين. الجوانح دي بردك هحطها كده من الجناب، انا اصلا مش عاوزاه يعني، ما كنتش عايزاها في البطه اهو زي ما انتوا شايفين كده. هبدا بقى ان انا اغلف بسم الله اهو زي ما انتوا شايفين كده. بنات اهو كده. هجيب ورقه زبده كمان وهلفها. ادي ورقه زبده كمان يا بنات ولفتها كده اهو. هعمل كده لازم انتي تلفيها كويس من بره كده زي ما انتوا شايفين. لازم تحكميها كده كويس، لكن طبعا لازم تحطي ورق الزبده قبل ورق الالومنيوم. دلوقتي بقى هاخد ورق الالومنيوم اهو. هشيل الوصفه بتاعتي كده. ورق الالومنيوم هحط واحد كده كده بالطول زي ما انتوا شايفين اهو. وهحط واحده بالعرض اهم حاجه يا بنات التغليفه دي. هحط واحده بقى كده بالعرض عشان يبقى حاططها بالطول وبالعرض كده حبايبي.
انا ابقى غلفت البطه بتاعتي كويس جدا يا بنات. هنشوفوا بقى الخطوه اللي وراها هنعمل ايه. ودلوقتي يا بنات بصوا زي ما انتم شايفين انا حاطه ايه، حطيت اخدت بصلايه قطعتها 4 وحطيت فلفل اسمر حب وحطيت كمان ورق اللورا. ودلوقتي هنزل عليها بميه سخنه كده، نص الكاتل، مليت نص الكاتل ميه سخنه زي ما انتم شايفين كده يا بنات. تمام يا حبايبي اهو، يا رب يكون واضح لكم اهو زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى هدخلها الفرن على درجه حراره. طبعا انا قبل ما ابدا خالص مولعه الفرن على اعلى درجه حراره. مش هحطها على الصاجه طبعا، هحطها على الشبكه بس في اول رف بعد الصاجه على طول، وهحطها لمده ساعه على درجه حراره اعلى درجه، وبعد كده هروح مغطيه عليها ساعه ونص تاني على درجه حراره متوسطه بحيث ان هي اللحم يكون دايب معايا. وهوريها. ادي البطه بتاعتي طلعت من الفرن بعد حوالي بالظبط ساعتين. انا طلعتها بعد ساعتين. ودلوقتي اهو جوزي بيفتحها معانا اهو. وطبعا هديها الوش بقى اللي في الفرن، بس هنشوفها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا قدامها بنات، بصوا قدامها نزل ازاي. واحدة واحدة بس، لازم واحدة واحدة عشان خاطر البخار. بس الرز مفلفل فيها بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ بصوا يا بنات، بصوا الحلاوة. بصوا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين، نشوفوا كده حتة. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله اهو، طرية جدا منهية. طبعا احنا مش هنخرمها بس عشان ما نبهدلوش شكلها. دلوقتي هنبدأ بقى ندهنها عندي كاتشب تمام، وحطيت عليه شويه من زيت الذره. وادي حبايب قلبي اهو، هنبدا ان احنا كده ندهنها كويس زي ما انتم شايفين اهو، ندهنها كويس جدا. بصوا يا بنات انا دهنتها كويس اهو. بصوا بقى الايدام بتاع البطه تاخدي كده منه وتطلعي بيه كده اهو. طبعا الريحه بجد مش قادره اقول لكم هي عامله ازاي، خطيره اهي زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. دلوقتي بقى هحطها في الشوايه تاخد اللون بتاعها. والرز بس انا عايزه اوريكم بس الرز عامل ازاي. بصوا مفلفل وجميل ازاي، اللهم صل على النبي. الحبايه بحبتها اهي ومستوي وزي الفل. دلوقتي هحطها بقى في الشوايه واوريها لكم اول ما تطلع. بنات ادي شكل البطايه بتاعتي الخطيره بعد ما طلعت من الفرن. شايفين من جوه عامله ازاي؟ بصوا شايفين الرز، بصوا مفلفل ازاي، لا معجن بقى ولا كلام فاضي من ده. بصوا بنات، بصوا الجمال، خطيره. شايفين؟ ايه رايكم؟ تحفه فنيه كده بجد بجد، خطيره خطيره خطيره. قرنشها كده بحاجه خفيفه. بصوا بقى المنظر، بصوا الجمال يا بنات، حاجه بجد خطيره من الاخر. عايزه بقى افتح لكم الصدر كده واوريكم قد ايه هو طري وانسيابي وجميل. بصوا التقديم، بصوا بقى شكلها بجد، شكلها يفتح النفس في منتهى الجمال. اتمنى ان انتوا تجربوا بجد الوصفه دي. هوريكم بردك الرز اللي انا عملته جنبها للتقديم. وادي يا بنات الرز اللي انا عملته بسم الله ما شاء الله، يعني مفلفل وحاجه كده من الاخر. عملته بالكركم، ده رز بلدي عادي خالص، عملته بالكركم. والكبد والقوانص طبعا عملتها، كنت عاملاها معاكم في العزومه قبل كده ووريكم الطريقه. حطيتها جوه الرز وحطيت شويه مكسرات كده عندي، زداني على زبيب. وادي شكل الطبقين عندي زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، حاجه تفتح النفس بجد. اتمنى ان انتوا تجربوها وتنال رضاكم واعجابكم يا حبايب قلبي. انا عايزه بس اوريكم من جوه. بسم الله. عايزه كده بقى ايه اوريكم هي عامله ازاي من جوه يا بنات. بصوا حبايبي، بصوا عايزه اوريكم هي ازاي طريه جدا. بصوا يا بنات شايفين اللحم من جوه طيب ومنهي ازاي. بصوا بصوا يا بنات بيتقطع، بصوا دايب دوب، والله دايب خالص. بصوا وفي نفس الوقت برضه بصوا الجمال. بصوا حبايبي في منتهى الجمال اهو. شايفين شكلها عامله ازاي؟ تقدري بقى انت وانت بتقدميها بقى تقطعي كده بالسلايز بالشرايح كده، وتبداي بقى انت تقطعيها روستو.
ادي اجمل بط روستو يا حبايب قلبي باسهل طريقه، وكله في ايدينا. بسم الله ما شاء الله. اتمنى ان الوصفه دي تنال رضاكم واعجابكم. بحبكم جدا وانتظروني في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.